هو كل واحد كيفاش كيفهم الاهتمام، وكل واحد كيفاش كيقدر ان واحد الانسان يكون كيهتم به. ولكن بصح كاينه واحد الفئه ديال الناس اللي الا اهتميتي بهم غادي تعاني، الا اهتميتي بهم غادي تقاسي بزاف، غادي يجيب لهم الله بالاهتمام ديالك انك انسان ضعيف، انك ما قادرش تاخذ قرار في حياتك، انهم هما اللي يقدروا يتحكموا في القرارات ديال حياتك. كيظنوا ان الشخصيه ديالك ضعيفه، وانك فريمون ما قادرش تخلى عليهم او ما قادرش تعيش بلا بهم. كيجيب لهم الله انك ما قادرش تاخذ قرار كيف ما اهتميتي بهم من الاول، قادر انك تخرجهم من حياتك، قادر انك تردهم غراب كيف ما كانوا نهار الاول. الانسان اللي قادر انه يفكر فيك ويفكر ليك، قادر انه نهار يتجرح او لا تقاس الكرامه ديالو غادي يمشي ما غاديش يعاود يرجع، قادر انه يتخلى عليك بواحد الطريقه اللي انت براسك ما تفهمش ردات الفعل ديالو كيفاش دايره، لانه انسان كيعرف يقدر الطرف الاخر، كيعرف يقدر الانسان اللي يدخل لحياته، وكيعرف يقدر القيمه ديال ان واحد الانسان ما يهتمش بالاهتمام ديالو ليه. الحياه بصح ماشي ديما كتجمعنا بناس كيبغيونا بصح، الحياه ماشي دائما كتجمعنا بناس كيخافوا علينا ديال بصح، الحياه ماشي دائما كتجمعنا بناس اللي كيفكروا فينا بنفس الطريقه اللي كنفكروا فيهم. كاين اللي عزيز عليه انه ياخذ منك الطاقه ديالك، كاين اللي عزيز عليه انه يعطيك الارهاق وهو يجمع الطاقه ديالو، وفي اول فرصه غادي يتخلى عليك وبلا ما غادي يفكر في الشعور ديالك. فلهذا دائما كنقول لك خصنا نحسوا بالانسان اللي كيهتم بينا، نقدروا الاهتمام ديالو بينا، نحاولوا اننا نبادلوه بنفس الشعور، اولا نحاولوا نعطيو اكثر من داك الاهتمام اللي كيعطينا. ما خصكش تخسر الانسان اللي كيبغيك ديال بصح، اللي كيخاف عليك ديال بصح، اللي كيهتم بك ديال بصح، انسان اللي كيفكر فيك اكثر ما كيفكر في نفسه، انسان اللي النيه ديالو صافيه من جهتك. فريمون الا خسرتيه من اول نهار غادي تندم بزاف.